السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. موعدنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى مع حلقة نكشف فيها خدعة خبيثة لهؤلاء الشيعة الروافض، يأتون برجل شيعي يقول علماء أهل السنة والجماعة أنه رجل شيعي، ويقول علماء الشيعة ومحققوهم أنه رجل شيعي، ثم يأتي بعض المتأخرين المتفلسفين لينفوا عن الرجل تشيعه، ليدلسوا ويفتروا على أهل السنة والجماعة باستدلالهم بكلامه. تعالوا نسمعهم أولا ماذا يقولون ونرجع لحضراتكم تاني. حتى لا يأتين أحد من المخالفين فيقولون لا حجة فيما ذكره ابن أبي الحديد، هذا رجل شيعي. أولا هذه مغالطة، ابن أبي الحديد معتزلي وليس شيعيا. تعالوا معنا إلى ابن أبي الحديد. في المقدمة لا بد أن أشير إلى أن ابن أبي الحديد معتزلي سني معتزلي بتمام معنى الكلمة، والذي يقول أنه شيعي إما جاهل وإما مغرض يريد أن يسقط كلماته عن الاعتبار، لأنه يتهمه بالتشيع حتى لا يكون لكلامه اعتبار. أحسنتم حجية، وإلا فهو من أشد المخالفين أعزائي. ابن أبي الحديد من أشد المخالفين للشيعة. شيء من نقل عن معتزلي آخر، معتزلي ليس شيعيا، بالعكس، والشيعة لا يعترفون به، ويرد عليهم في أشياء كثيرة، ويدافع عن أبي بكر وعمر وعثمان في مسائل أيضا محددة، ويترضى عليهم ويدفع عنهم الشبهات. لا علاقة له بالشيعة، ليس شيعيا. عز الدين ابن هبة الدين ابن أبي الحديد رحمه الله تعالى. نعم. بعد ما سمعنا كلامهم مع حضراتكم دلوقتي يبقى التساؤل: هل هذا الرجل كان سنيا أم كان شيعيا أم كان شيعيا معتزليا؟ سنعرض لحضراتكم كلام العلماء. أولا نبدأ بكلام علماء أهل السنة والجماعة. هنفتح كتاب درء تعارض العقل مع النقل، أو درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الجزء الأول صفحة رقم 161. يقول: وكان ابن أبي الحديد البغدادي من فضلاء الشيعة المعتزلة المتفلسفة. يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أكابر علماء أهل السنة والجماعة يقول أن ابن أبي الحديد كان من فضلاء الشيعة المعتزلة المتفلسفة. هل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الوحيد الذي قال ذلك؟ لا، بل شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله أيضا يقول نفس الكلام. تعالوا نفتح كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله، طبع دار هجر، الجزء 17 صفحة رقم 354. يقول ابن أبي الحديد العراقي الشاعر عبد الحميد ابن هبة الله يقول: الشيعي الغالي. يقول الشيعي الغالي، يعني لم يكن شيعيا فقط بل كان من غلاة الشيعة. الشيعي الغالي له شرح نهج البلاغة في 20 مجلدا. ثم يقول ابن كثير: وكان حظيا عند الوزير ابن العلقمي. طبعا بعض الناس لا يعلمون من هو مؤيد الدين ابن العلقمي. هذا كان وزيرا شيعيا رافضيا، وهو الذي أدخل أعداء المسلمين إلى بلاد المسلمين، فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة. يقول: كان حظيا عند الوزير ابن العلقمي لما بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التشيع والأدب والفضيلة. يبقى ابن أبي الحديد ومؤيد الدين ابن العلقمي الوزير الرافضي كانا متشابهين في التشيع والأدب والفضيلة، وكان متقاربين كما يقول الإمام ابن كثير. هذه أقوال علماء أهل السنة والجماعة. الآن نأتي إلى كلام علماء الشيعة الذين يقولون أن هذا الرجل كان شيعيا. هنفتح كتاب روضات الجنات تأليف العلامة المتتبع المرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني،
طبعة الدار الإسلامية بيروت، الجزء الخامس صفحة رقم 19. يقول عن ابن أبي الحديد: الشيخ الكامل الأديب المؤرخ عز الدين عبد الحميد ابن أبي الحديد المدائني الحكيم الأصول المعتزلي المعروف بابن أبي الحديد. بعض يفرح ويقول المعتزلي هو الرجل معتزلي، اقرأ الكلام. يقول صاحب شرح نهج البلاغة المشهور: هو من أكابر الفضلاء المتتبعين وأعاظم النبلاء المتبحرين، مواليا لأهل بيت العصمة والطهارة، وإن كان في زي أهل السنة والجماعة. يعني الرجل كان مواليا لمذهب آل البيت، أو اللي هو المذهب الشيعي الذي يعتقد به هؤلاء الشيعة الروافض. هل الخونساري فقط هو الذي قال بذلك؟ سنفتح أيضا أحد أكبر أهم الكتب عند الشيعة في هذه المسألة. تعالوا نفتح كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه لمؤلفه المجلسي. وهذا الرجل يقول عنه الشيعة أنه وحيد عصره وفريد دهره وأورع أهل زمانه وأزهدهم. الجزء الثاني صفحة رقم 498 بيتكلم عن ابن أبي الحديد وغيره، ويقول عنهم أنهما صرحا في مواضع بالتشيع. يعني ابن أبي الحديد والرجل الآخر الذي يتكلم عنه المجلسي صرحا في كتبهم أنهما من الشيعة، صرحا بالتشيع، وهو الظن بهما وبأمثالهما. والظاهر من أمثال هؤلاء الفضلاء أنهم كانوا محقين، ولكن كانوا بحيث لا يمكنهم إظهار الحق في دولة الباطل واشتهارهم، ففروا إلى إظهار هذا المذهب ليمكنهم إظهار أفضلية علي. إذن هذا اعتراف خطير، هذه وثيقة في منتهى الأهمية. الرجل يعترف أن ابن أبي الحديد وغيره من الذين كانوا يظهرون منهج أهل السنة أو منهج حتى الاعتزال، كانوا يظهرون هذا المنهج. لماذا؟ لينشروا التشيع، ليظهروا أفضلية علي بن أبي طالب على بقية الصحابة، مع أن عليا رضي الله عنه تواتر عن علي بن أبي طالب أنه كان يفضل أبا بكر وعمر عليه رضي الله عنه. عندنا حتى في صحيح البخاري أن محمد بن علي بن أبي طالب وهو محمد بن الحنفية سأل أباه، قال له قلت لأبي: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: وخشيت أن يقول عثمان، فقلت له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا متواتر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل كان علي رضي الله عنه يقول: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. يبقى هذا هو المنهج الذي ينقل عن علي بن أبي طالب بالتواتر، متواتر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن أظهرنا لحضراتكم أن هذا الرجل ابن أبي الحديد كان رجلا شيعيا. طيب، على فرض أن الرجل لم يكن شيعيا، كان معتزليا، هل يحتج به علينا؟ يعني هذا رجل شيعي، على فرض أنه كان معتزليا كما يقول هؤلاء، هل يحتج به على أهل السنة؟ يعني المعتزلة دي هل هي فرقة سنية كما يقول بعضهم؟ أبدا. تعالوا نفتح كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المجلد الرابع صفحة رقم 146. قال: المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين، فاتباع سبيل المعتزلة دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب في الدين، واتباع لسبيل المبتدعة الضالين. إذن هؤلاء المعتزلة نحن نعتقد أنها فرقة من الفرق الضالة كالشيعة والخوارج وغيرهم من الفرق الضالة. فهل يحتج بكلام مثل هذا الرجل على أهل السنة والجماعة حينما تأتي إلى رواية في صحيح البخاري ويقول ابن أبي الحديد أن هذه الرواية رواية محرفة؟ هل يحتج بكلام ابن أبي الحديد على أهل السنة والجماعة وهو رجل مبتدع ضال عندنا؟ هذا غير صحيح. إذن أثبتنا لحضراتكم من كلام علماء أهل السنة والجماعة ومن كلام علماء الشيعة أن ابن أبي الحديد كان شيعيا، وكان يرتدي زي أهل السنة والجماعة ويظهر نفسه بهذا الشكل وبهذا المنظر حتى ينشر التشيع، حتى ينشر هذا المنهج
العقيم السقيم الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حتى آل البيت. يعني علي بن أبي طالب أصلا لا يرضى بهذا المنهج، وهو الذي تواتر عنه كما قلنا لحضراتكم أنه كان يفضل أبا بكر وعمر على نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، ولا تنسوا نشر هذه الحلقة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى تويتر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.